استاذ عادل، منورنا والله على الدور. الله يسعدك. استاذ عادل، عايزين نتكلم على موضوع سجن الاردن. دي كانت حكايه جامده قوي. انا كنت مشيت من دار الهلال ورحت جريده الشرق الاوسط. جريده الشرق الاوسط دي كانت مجموعه مطبوعات، سيدتي والمجله والجميله وهي كذا مطبوعه. ف وانا هناك مجله سيدتي طلبوا مني اسافر الاردن مع ست ابنها اتخطف علشان اقول لهم ده ابنها ولا لا. يعني انا اللي هروح اقيس درجه حراره الست دي وقت ما اول ما تشوف ابنها، وبناء عليه المجله هتصرف لحد ما ترجع الولد ده ولا تتوقف وترجع الست وخلاص يا دار ما دخلك شر. كانت ابتدت الحكايه ان اعلان ان الطفل ده في جورنال الاهرام، يعني من الانتربول المصري، ان الانتربول الاردني اخطروا بصوره طفل وقال له الطفل ده يشك انه مخطوف من مصر. فكان وقتها ابراهيم حجازي الله يرحمه اللي ماسك مجله سيدتي قال طب ما ندور احنا مع البوليس. لم كل محررين الداخليه وابتدوا يدوروا لحد ما وصلوا ان في ست في منطقه عرب الجسر ابنها ضايع منها وبتدور عليه داخله في سنه، والصوره تكاد تكون هي صوره الولد اللي في الارض. فانا رحت وحضرت فعلا في اول يوم لقاء الست بالولد، وتاكدت وتيقنت بنسبه 99% انه ابن الست اللي انا واخدها معايا. يعني انا اخدتها معايا في نفس الطياره. لما شافت الولد كان لقاء مفزع، يعني حاجه رجت الاردن مش رجت المكان اللي احنا فيه. مشيت القضيه وانا ابتديت اتحمس لهذا الموضوع جدا، فعملت شغل اولا صحفي وبعدين شغل اعلامي بقى، لان لقيت الضفه بتميل ناحيه الست اللي خاطفه وبيحولوها لشكل سياسي. انا معرفش الهزار والمياسر في الكلام ده، فقلبت الترابيزه بطريق بس يعني بالحته النعره الصحفيه اللي عندنا. قلبت الترابيزه على كل القنوات وكل المحطات وكل الجرايد والمجلات، وعملت فولدر في دوكيومنتس تخلي اي صحفي لازم يكتب في صالحنا. وقلت لهم وادي صور اخواته اللي هناك وادي صوره الولد، قولوا لي ده يبقى مين. فكلهم اقروا ان ده ما ينفعش يبقى ابن الست دي، وده تحاليل الدم كمان مؤيده لكلام الست جدا. فخدت الست المصريه ونازلين بقى لان كان اجازه قضاء، قابلت محامي الست اللي خاطفه، فاتكلمت معاه انا وكان حد معايا يعني صحفي، هرجنا معاه وهزرنا معاه وبتاع. جه امن الدوله الاردنيه قبضوا علينا. انتوا ليه ما بتهزروا معاه وبتتكلموا معاه؟ ده بعث يعرف واحنا في الاردن ومفيش هزار، الحته سياسيه بقى جدا يعني ملناش فيها وما نعرفش اولها من اخرها. قلنا له انتوا مين؟ احنا الصحفيين اللي جايين، والموضوع كان قضيه راي عام اردنيه يعني. فلا خلاص ابعدوا عنه، انتوا مالكوش دعوه ومالكوش صالح. فهو كده بعفويه قال لنا انشر عندك ان البوليس منعني من السفر. ونسيت وخلاص يعني انشر اقول ايه اصلا؟ يعني الموضوع لا يعنيني من اساسه يعني. رجعنا تاني لان في اليوم ده كنت واخد بقى اعتراف من الست اللي خطفت تفصيلي ممل. البنت كانت بنتها احد الشهود عليها، فقالت لي انا ام شكلها تتسجن، عايزه اروح الست اللي خاطفه بقى اللي هناك. وانا كنت بجيب الشهود من مصر، ابراهيم حجازي يجيبهم ويبعتهم لي، عامل اوضه زنزانه في الاوتيل، ادخلهم يروحوا على المحكمه الصبح يقولوا الشهاده بتاعتهم ويرجعوا على طياره الساعه 3. ده شغل محاماه يا ريس. ما هو ده شغل بقى يعني كان لازم انا اللي اقوم بيه، ما حدش تاني يعني. فوصلت للشخص لما قالت لي بقى انا عايزه اروح ازور امي وبتاع، رحت كنت يعني هتجنن واروح اشوف الست اللي خاطفه دي
ايه وضعها في الدنيا؟ ازاي واحده تخطف طفل وتدعي انه ابنها؟ فالحكايه مكعبله قوي يعني. الست بنتها بتولد، نزلت خدت ابنها وعملت بيه شهاده ميلاد ورجعت وسافرت على الاردن ومتجوزه راجل اردني، هي الست اصلها مصري برضه. راحت اقنعت الراجل الاردني ده ان الولد ده ابنه، انها هي اللي كانت حامل وانها هي اللي ولدت، والراجل دماغه يعني بتروح وتيجي كده، فاقتنع وبقى اب فعلا للولد. يعني بقى ابو الولد بجد، يعني هو مقتنع اقتناع تام ان ده ابنه، بس ده ابن بنتها مش ابنه. فجوزها جوز بنتها وبنتها خافوا بقى ان الولد بيضيع منهم تماما كده وبيبقى شخصية تانية غير انه ابنهم يعني. فقرروا ياخدوا الولد، فنزلوا بالولد مصر والست معاه. خلوا الولد هنا وخطفوا ولد شبهه من السوق وسافروا بيه على الأردن. فواحد صور الولد. فانا لما رحت بقى، يعني احنا صيع يعني برضو ولاد بلد ونعرف نتعامل مع الناس ونشوف نقيس الناس عامله ازاي. ده ادخل لا ما ادخلش، اشرب لا ما اشربش، ما اشربش انت. احنا ليه يا عم انت احنا جدعان؟ قلت له مش جدعان انتوا اي كلام خالص. والمحامي النهارده كان بيقولوا ان امكم اتصرفت وجابت الولد بطريقه او باخرى يعني. ازاي تقبلوا حاجه رجاله ايه؟ انتوا مش رجاله اساسا. وانا جوه بيتهم انا حسيت ان دول اعمل فيهم اللي انا عايزه جوه بيتهم، لكن على باب البيت بره هتطحن وهتفرم وياكلوني الكلاب يعني. فطلع واحد كان قاعد كده قال لي على فكره يا استاذ انا اللي بلغت البوليس الأردني. فبصوا له كلهم، طلع ابن عمهم. قال لهم مش امكم لما جيت اتقدم لاختكم قالت لا ما جوزهاش لحرامي؟ انا بقى حبيت اوريها مين اللي حرامي. فكده اتضحت لي بقى الرؤيه تماما. فالست راحت جايه الخطفه دي، فانا قعدت معاها وقدرت معاها حوار ساعه ونص على شريط تسجيل. هات يا ست شريط التسجيل، مكنه التسجيل. هي عايزه تعترف بقى. انا تعبت، انا هتجنن، انا هقول الولد ده انا اهتميت بيه وانا رعيته وانا رعيت ربنا فيه وعملت وسويت حاجات كتيره جدا. طيب بس الولد ابني. قالت لي انا هروح واعتذر لها وابوس على راسها ام الولد الاصليه يعني. يعني انت خطفت الولد؟ خدت ازاي بقى؟ فحكت لي بالتفصيل الممل ازاي خطفت الولد. انا خدت القصه ونزلت على مصر في الرحله اللي انا قابلت فيها المحامي بتاع الخطفه دي، ونشرت وخدت المجلات ورحت للقاضي. كان ربطتني بقى صداقه قويه، مش ثقه، بقى في ثقه بيني وبين القاضي. خد المجلات وفرح بيها جدا طبعا، وامر انها تتضم في بيانات القضيه، يعني في الادله والبراهين بتاعه القضيه. وقف قال لها يا ست انت اعترفت للمجله؟ قالت له ما حصلش. يعني في الناس كذا اللي ما حصلش. راح المحامي بتاع الست بقى المصريه اللي المجله بتاعتي قومته، قام وقال له يعني طب انا عندي شهود حصل قدامهم الاعتراف. مين؟ عادل، وكانت بنتي معاه، بنت المحامي هي اللي جت وصلتني. فالقاضي قال فلانه اطلعي بره، عادل مبارز اطلع على منصه الشاهد. فابتديت بقى يعني انا نسيت كل حاجه في الدنيا، يعني الموقف ليه رهبه غير عاديه. فاما طلعت افتكرت كلمه قالها المحامي. قال انا لما بيقف قدامي الشاهد بحاول استفزه عشان اطير نص عقله، اخليه اللي هو عايز ينسى اللي هو عايز يقوله، واحط على لساني اللي انا عايزه يقوله. فانا افتكرت دي بقى بقوه يعني. فرحت باصص له باستهزاء وسخريه جامده الاول. فبصص لي برضه، في هو قرب بصيت لي قال لي انت مين؟ مين قال لك؟ مين قال لك انشر هذا الكلام؟ قلت له ضميري وامانتي كصحفي يعني.
وكم اعطولك عشان تنشر هذا؟ قلت له انت كام ادولك علشان تترفع هذه المرافعه؟ فراح بص القاضي: يا سياده القاضي اريد اجابات لاسئله. قلت له: سياده القاضي سؤالي اجابه سؤالي، هو ده سؤال يتسال اصلا؟ انت مالك، ادوني كتير ادوني قليل، دي حاجه ما تخصكش يعني، كلمني في القضيه. فقال لي: انت وامانتك كصحفي دي، طيب مين اللي قال لك تنشر؟ قلت له: امانتي كصحفي. قال لي: امانتك كصحفي دي يعني تمشي على سطر وتسيب سطر؟ قلت له: لا والله امانتي كصحفي شغاله 10/10، اكتر بكتير جدا. يعني قال لي: انت ايش تعرف عن امانتك كصحفي؟ قلت له: اكتر بكتير جدا عما تعرف انت عن امانتك كمحامي. فبص للقاضي وقال له بقى: ده اهني في كذا وكذا وكذا وكذا. قلت له: سيادة القاضي يعني معرفتي بأمانتي كصحفي أكتر من معرفته بأمانته كمحامي لا تقلل من معرفته بأمانته كمحامي، لكن تؤكد له ده أنا بجاوب السؤال يعني اللي هو يبقى مطمن للإجابة يعني. فراح بص قال له: لا، مرفوض كل الطلبات. والراجل ما أخطأش يعني، بس أنا كنت متعمد أنرفزه، فكانت إجاباتي أو ردودي عليه بتخلي القاعة تضحك، فهو اتجنن أكتر. والقاضي نفسه بقى، انا على منصه الشهاده والقاضي جنبي، والقاضي ماسك الملف، فانا كل ما اقول حاجه يرفع الملف كده فيبقى ما حدش شايفه من الجنب غيري، هو بيضحك هو ويقعد يعني الله يرحمه يعني، عرفت مؤخرا انه توفى الله قريب يعني. فالمهم الراجل قال له كذا كذا كذا، وصلنا لاخر الجلسه يعني. ايش قول لك لو قلت لك ان كل اللي منشور في مجلتك هذه اكاذيب، وراح رمي المجله على الارض. كنت لسه فاكر الكام بند اللي هو قالهم ان انا اهنته وانا واقف على منصه الشهاده. قلت له: سياده القاضي يعني ارجو اثبات عند حضرتك ان الاستاذ المحامي اهان شخصي في مجلتي اللي هو رماها على الارض، لان انا امثل هذه المجله واحتفظ بحقي في السبع بنود اللي هو قالهم، كنت فاكرهم يعني، دعوة كذا ودعوة كذا واللجوء لكذا اثبت عندك. اهان المحامي الشاهد وراح راصص له الرصة اللي انا من حقي بقى ارفع عليه قضايا في الحاجات دي يعني، ده بشهادة قاضي ومحكمة يعني، حقي 100%. قلت له: اجاوبك يعني، انا كمان اجاوبك لو قلت ان اللي منشور عندي ده غلط، اكنك بتحط ايدك على كتاب الله وتقسم بجلال الله ان انا غير موجود امام عداله المحكمه دلوقتي. يعني انت بتنكر الواقع، بتنكر اللي حاصل يعني. انا هجاوبك واقول لك ان انا ما بقولش من فراغ، انا معايا شريط تسجيل ورحت مطلعه من جيبي بقى ماسكه كده، شريط تسجيل عليه بصمات المتهمه، هما بيقولوا عليها الظنينه بس انا قلت له المتهمه، اللي خطفت الولد ازاي خطفته وازاي عذبته وازاي خلت اقنعت جوزها ان ده ابنه، وازاي اقنعت جوز بنتها ان هو يتنازل عن ابنه لمده 3 سنين وعملت كذا 1.5 ساعة. فالقاضي قال له: نسمع. قال له: لا، ده تم بدون اذن من المحكمه. قلت له: تم يا فندم سياده القاضي، تم برضا تام من الست وعلى شريط التسجيل بتاعها، وده شريط هي اللي جايبهولي وعليه بصماتها وانا محتفظ ببصماتها على الشريط وارجو اثبات ده. فقال وقف واحد وكيل نيابه كده يعني ايه، ده ما كانش قاعد طول القعده معانا، فجاه راح طالع زي العصايه كده: يجوز ان نسمع والمحكمه هي اللي تقرر. تم برضا تام من الست وكانت بمعرفتها ومعلوميتها ولا ما كانتش تعرف. قال له: لو سمعتوا الشريط انا هتنحى. قال له: تنحى يا اخي ولا روح في اي حته. حلو، انا كنت في صالحك. طبعا. امال الحبس جه ازاي؟ وخرج بقى عمل لي قضيه تانية قدام قاضي تاني من عشيرته. ايوه انت عشت بقى الموضوع. ايوه، وخرجت انا خارج من باب القاعه لقيت عسكري واقف لي على باب القاعه: انت فلان؟ لك قضيه قدام القاضي فلان الفلاني. قضيه ايه؟ قال لي: ما في. قلت له: طب ممكن استاذنك اقول للمحامي بس يجي. انا قلت: قضيه ايه ولاد الكلب اللي هو يعملوا لي قضيه ازاي يعني؟ فراح المحامي بتاعي جه قال له: ايش القضيه؟ قال له: ما اقولكش. قال له: امشي امشي كده بشخط بقى. فقال له: قضيه نشر كذب. قال لي: تعالى ده كلام فارغ. فروحنا قدام القاضي، انا داخل القاضي هو قاعد جنبه وانا واقف.
القاضي راح بصص لي كده وقال لي فلان؟ قلت له ايوه يا فندم. قال لي انت متهم بالنشر الكاذب، مذنب ام غير مذنب؟ قلت له غير مذنب يا سياده القاضي، اللي حصل عمل لي كده ساكت. نظرا لضيق الوقت يوقف المتهم لمدة أسبوع في مركز الإصلاح والتأهيل المهني، وتحدد جلسة بعدها ب 19 يوم، ويتحفظ عليه في مركز الإصلاح والتأهيل المهني. فقلت له يعني أنا هتحبس؟ فالمحامي كده راح باصص له باستهزاء شديد، يعني إيه الكلام الأهبل اللي حضرتك بتقوله ده يا سيادة القاضي؟ قال له طب يا سيدي القاضي بدنا نقدم له الكفالة يعني. لا الكفالة بتطلع. فقال له قدمها وبدي اقبلها او ارفضها. فراح كاتب الورقه وطلب الكفاله، رفضها فورا. فكده خلاص بانت رسمي. ده موضوع معمول كمين. كان ده الكمين الاكبر كان جوه السجن بقى. الكمين الاكبر كان جوه السجن. طبعا الصحفيين اللي موجودين كلهم وقفوا معايا وقفه قويه جدا، وجري على وزاره الداخليه وعلى ولي العهد الامير حسن في الوقت ده، وكان كلهم قالوا لهم يعني قاضي حبسه ولا نملك الا نفس القاضي ده هو اللي يخرجه، فاحنا هنشوف الموضوع فيه ايه ونشوف ده. بس الكلام ده يوم السبت، الكلام ده كان يوم الخميس. بس الموضوع كان ليه اثر ايه بقى؟ انهم خرجوني من السجن اللي كانوا بيتفاوضوا معايا وياخدوا مني 200 دينار اردني عشان انام جنب التواليت. كويس، بس وهدفع، مش هنام ببلاش، بس عشان يبقى عندي مرتبه. بس عندي التواليت، هو دي المكان الوحيد اللي كان فاضي يدولي يعني. فلقيت اسمي بيتنده ورحت خرجت، لقيتهم بيقولوا لي انت هنحطك في الحبس الانفرادي. دخلوني عند مدير السجن، ومدير السجن طلب مني قال لي انا لا املك ان انا طبعا اعمل اي حاجه، بس اقدر اريحك. يا فلان نادوا لي رئيس السجن. رئيس السجن اللي هو المسجون، كبير المسجونين يعني. كبير المسجونين ده قال له معاك مكان في غرفتك؟ قال له اه. كان اسمه جعفر سالم العبويني، تاجر مخدرات، محبوس في قضيه مخدرات. وكان محبوس معايا في نفس الزنزانه لعيب كوره اردني اسمه باسم مراد، يعني كان في منتخب الاردن بتاع كوره، بس كان عليه محكوميه كده. هم الطريقه عندهم غريبه جدا، كل ما يبقى فاضي يروح يتحبس شويه، عليه 6 اشهر حبس. كل ما يبقى فاضي يتحبس حبه انا خلاص انا جاي 18 يوم، يروحوا يفتحوا له اتفضل اهلا بيك، يقيم 18 يوم ويخرج. فانا دخلت الزنزانه دي لقيت استقبال طبعا من رئيس السجن اللي هو المسجون ده وباسم ده، واحنا الثلاثه قاعدين في اوضه واحده مترين في 3 متر، سريرين كده مرتبتين جنب بعض، ومرتبه بالعرض دي قاعد عليها الرئيس الكبير، وانا وبتاع الكوره بتاع الاردن ده قاعدين على المرتبتين المتقابلتين، وفي النص بقى شاي وقهوه عربي وبتاع وكده، وتلفزيون في عندنا فكان دلع كتير يعني. بس هو سجن. انت بتشتغل ايه؟ قلت له انا صحفي. بتعمل ايه؟ قلت له مصور، بصور وفنانين. قال لي ما تهرجش يعني، احنا خلاص احنا اكرمناك وقعدناك، ما تقعدش يعني تكذب يعني. ف بيقفل الباب، لقيت نتيجة الكواكب متعلقة، وانا كنت لسه ماشي من الكواكب، كنت لسه ماشي من دار الهلال يعني. فقلت له بص انا اسمي ايه؟ قال لي اسمك عادل مبارز. قلت له طيب بص كده مين اللي مصور الصورة اللي انت معلقها هنا؟ بص عليها، قال لي عادل مبارز. قلت له وهات بقى شهر 9 نجوى فؤاد عادل مبارز، وسميرة سعيد عادل مبارز. فلقى 7 صور في النتيجة تصوير عادل مبارز. فبقى دخلت في حالة اعزاز واكبار غير عادية منه ومن كل اللي في بقيت مزار السجن يعني، بقوا يجوا يزوروني. فجأة اعلنت الاحكام العرفية في الزنزانة. ايه بقى؟ وفي الحوش اللي احنا فيه اكتشف
رئيس السجن ده لحسن حظي ان في مجموعة من تجار المخدرات الصغيرين جايين بيدوروا عليا عشان يشهدوا عليا ان انا سبيت الملك. ودي مشكلة تقعدني جوه السجن 5 سنين على الاقل.